بيليه ملك كرة القدم. أول ما تقول كده هتلاقي اللي يطلع يقولك ملك إيه يا عم؟ ده كان بيلعب لما الكرة كانت مربعة، أو وقت ما لاعب ما كانش حد بيعرف يلعب أصلا، أو حتى الألف وبتاع جون اللي سجلهم جابهم عشان ما كانش فيه أوفسايد وقتها، وإنه أصلا لعيب عادي. فعلا في ناس متخيلة كده. وبرضه هيطلع ناس تقولك بيليه هو كان فيه زي بيليه، وإن مفيش لاعب تاني من حقه يتقارن مع بيليه أصلا لحد ما يكسب 3 كاس عالم. بيليه ده أعظم لاعب في التاريخ وبدون مقدمات او مقارنات اصلا. وفي فصيل تالت واقف في النص زي كده ما يعرفش الحقيقه فين. اصلنا عمرنا ما شفنا بيليه بيلعب، ولا عارفين حتى التلاتة كاس عالم دول كسبهم ازاي، وهل فعلا الكوره كانت مربعه ساعتها ولا ايه. وعشان كل الكلام ده النهارده معاكم احمد الجعفري، وجايين نتكلم ازاي اصبح بيليه ملك كره القدم، وهنتكلم عن ازاي فاز ب3 كاس عالم، وعن حياته الرياضيه بشكل عام، وعن ليه بيعتبر واحد من اعظم من مارسوا اللعبة. 1958 بينزل طرفي النهائي لأرضية ملعب روسوندا في مدينة سولنا السويدية منتخب البرازيل ضد مستضيف البطولة المنتخب السويدي. وضمن تشكيلة البرازيل الأساسية كان الشاب إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو صاحب ال17 سنة، والمعروف طبعا ببيليه. بيليه اللي كان في ناس كتير ضد ضمه لقائمة المنتخب من الأساس في 58، ومع ذلك بيليه بيشارك في المباراة النهائية عشان يحاول يحقق الوعد اللي وعده لوالده قبلها ب8 سنين، الوعد اللي كل جمهور الكرة عارفه. بس هو ليه بيليه وعد والده بالوعد ده؟ وليه والده اصلا كان بيبكي لخسارة البرازيل؟ وازاي اصلا بعدها ب8 سنين قدر الطفل ده انه يوصل للعب نهائي كاس العالم؟ وليه ده الفصل الاهم في حياة بيليه اصلا؟ ما قبل بيليه اديسون ابن ديدينيو. في مقولة في البرازيل بتتقال كنكتة يعني ان الرقم القياسي الوحيد للتهديف اللي مش مع بيليه هو ملك الوالده دوندينيو لما سجل 5 أهداف من رأسيات في مباراة واحدة في الدوري البرازيلي. الألقاب في البرازيل شيء متعارف عليه وطبيعي جدا، فعشان كده جواو راموس دو ناسيمنتو كان لقبه دوندينيو. دوندينيو كان لاعب كرة قدم ولكنه غير معروف قوي، او لاعب في أندية مش مشهورة يعني، بس جات له فرصة انه يلعب في نادي اتلتيكو مونيرو الشهير جدا في البرازيل في سنة 1940. ولكن في اول مباراة يلعبها معاهم يتدخل عليه لاعب اسمه اوجاستو ويتصاب دوندينيو في ركبته اليمنى. وبالمناسبة دي السنة اللي اتولد فيها بيليه، اللي سمته والدته اديسون على اسم توماس اديسون مخترع المصباح الكهربائي، بسبب ان ده الوقت اللي دخلت فيه الكهرباء قريتهم الصغيرة. اصابة دوندينيو اثرت على اللي باقي في مسيرته بالكامل، وفشلوا في اللحاق بالفريق في المباراة الثانية كان معناه تخلي اتلتيك مونيرو عنه. الوضع كان صعب، توقف دوندينيو عن اللعب كان معناه ان مفيش فلوس بتدخل البيت. اللي حاول يتعالج باي طريقة عشان يرجع للفرصة دي تاني او لاي فرصة شبيهة، كان شايف ان دي افضل فرصة عشان يعيل بيها اسرته وينقذهم لحد ما من الفقر. ورغم الفقر المدقع اللي كان عايش فيه اسرة دوندينيو هو ومراته وابنائهم ال3 وام مراته واخوها، الا ان حالهم كان افضل من حال فصيل كبير جدا من الشعب البرازيلي وقتها. رجع دوندينيو لفريقه السابق وانتقل لنادي تاني، بس ما تحسنش بيهم الحال غير لما انتقلوا لمدينة بارو، واشتغل في مخزن البلدة اللي امتلكه صاحب نادي بارو اتلتيك كلوب اللي لعب فيه برضه. ودي المدينة اللي اديسون عاش فيها طفولته. الطيار. مفيش مصدر بيتكلم عن قصة بيليه ما بيتكلمش عن قصة الطيار، سواء كتب البيوجرافي بتاعته او التقارير اللي بتتكلم عنه او حتى المواقع. وده لان حلم بيليه الاول كطفل كان انه يبقى طيار، لحد ما شاف جثة طيار من طيارين نادي جلادرز او الزلاجات بعينيه، ومن وقتها قرر انه محتاج حلم تاني، وتحول حلمه للحاجة اللي والده بيعشقها، كرة القدم. دوندينيو لما شاف حب ابنه لكرة القدم بدأ يهتم بيه اكتر ويدربه بنفسه. وبيليه نفسه بيقول ان كل حاجة اتعلمها في كرة القدم بيعود الفضل فيها لوالده في المقام الأول. دوندينيو خلى ابنه يتدرب على الكرة يوميا، وحتى لما ما يكونش بيتدرب لازم تفضل الكرة معاه. ولأن بيليه كان عكسه، هو كان قوي البنية وطويل، وبيليه ضعيف وقصير، فكان لازم يكتسب مهارات تميزه بشكل يختلف عن والده. محتاج يتعلم التحكم في الكرة في المساحات الضيقة والقفز عاليا عشان يقدر ينافس خصومه، وانه يلعب برجليه الاتنين، ويتدرب على التمرير والتسديد. واهم حاجة في الكرة الرأسية انه يفضل مفتح عينيه. كاس العالم 50
صعب تكون متابع لكرة القدم وما تكونش سمعت عن اللي حصل للبرازيل في كاس العالم 50. ده انا نفسي اتكلمت عن الموضوع ده مرة او مرتين في فيديوهات قبل كده، وهنتكلم عنه بالتفصيل في فيديوهات قادمة ان شاء الله. المهم، مع الاعلان عن ان البرازيل هتستضيف كاس العالم، الشعب البرازيلي كله دخل في حالة من الترقب والانتظار. ومع البداية الاكثر من رائعة للبرازيل وتضخيم الصحف للسيليساو، او بمعنى اوضح نفخ الصحف في لعبتهم، البرازيليين كلهم لاعبين وجماهير كانوا مستنيين يفوزوا باللقب. اصل الفريق مسجل 21 هدف في 5 مباريات قبل النهائي، ومعاهم هداف البطولة ونجم البرازيل الاول إديمير، واللي كان معروف بالفك، وتحت قيادة المدافع الصلب جدا اوجاستو. ايوه، نفس اوجاستو اللي اصاب دوندينيو في ركبته ونهى احلامه في انه يبقى نجم كبير. ورغم كده دوندينيو كان بيسمع المباراة في الراديو بشغف وبدون اي ذرة حقد او ضيق، او ده كان كلام بيليه عنه. وبعد خسارة البرازيل بهدفين من الاراجواي، بيليه شاف والده بيبكي للمرة الاولى في حياته. ولان بيليه طول عمره بيعتبر ان حبه لكرة القدم هو جزء من حبه لوالده اللي بيعشق اللعبة دي، وعدوا وقتها بكل السذاجة اللي ممكن تكون عند طفل عنده 9 سنين بانه هو اللي هيكسب كاس العالم للبرازيل. اديسون ديكو بيليه. بدايات لعب بيليه لكرة القدم كانت في شوارع بارو، وعمل فريق من أطفال منطقته أو شارعه عشان يلعبوا الشوارع التانية والفرق التانية. ولأن بيليه كان قدراته أعلى بكتير جدا من أي طفل في سنه، كانت الماتشات ممكن تخلص بفرق 20 هدف عادي جدا. فعشان بيليه اللي كان وقتها لقبه ديكو يحاول يعدل الكفة أو يقنع الفرق التانية تلعبهم وإنهم ما يمشوش، يعني كان بيقف حارس لفرقته عشان بس ما يفقدوش الرغبة في إنهم يلعبوهم. ودي الفترة اللي اكتسب فيها الاسم بيليه. في كلام كتير حول اللقب ده، في ناس بتقول انه اتسمى كده من المهاجرين الاتراك، وناس تانية بتقول انه اسمه مشتق من اللغة البرتغالية. بس في الحقيقة الرواية الاقرب ان ديكو لما كان بيقف حارس زي ما قلنا ويصد اي كورة، فاصحابه يقعدوا يتريقوا عليه ويقولوا انت عامل فيها بايلي، وده كان اسم حارس نادي المدينة وقتها. زي لما صاحبك يصد كورتين في حجز الكورة فتقول له انت عامل لي فيها الحضري. والاسم اتحرف مع الوقت عشان يبقى في النهاية بيليه اللي احنا عارفينه دلوقتي. بس الغريب ان بيليه نفسه كان بيكره الاسم ده وفضل يكرهه سنين. ومع الوقت بيليه لعب في نادي بارو اللي نهى فيه والده كاريره، وهو عنده 15 سنة بيليه انطلق مع والده لتجربة اداء في نادي سانتوس، نادي صغير ولكنه بدأ في حصد شعبية كبيرة. والغريب ان في خلال سنتين كل حاجة اتغيرت. سانتوس كان شايف بيليه لاعب صغير سنا وحجما على انه يلعب وسط الفريق الاول. بعد عدد مش قليل من المباريات مع فريق الشباب في سانتوس وعدد مش قليل برضه من الاهداف، بيليه كان بيحاول يلاقي فرصة يثبت نفسه للنادي عشان يعتبروا الفترة التجريبية ناجحة ويوقعوا معاه عقد احترافي. واخيرا تيجي الفرصة نوعا ما. سانتوس كان بيلعب مباراة ودية مع فريق في مدينة مجاورة، وبعض لاعبي الفريق ما راحوش، وده ادى فرصة لبيليه الشاب انه يشارك مع الفريق الاول. سانتوس فاز 6-0 وبيليه سجل 4 اهداف. وبعدها اللاعبين بدأوا يعاملوه بشكل مختلف، والخبر وصل للصحافة اللي بدأت تتكلم عن الجوهرة الشابة في نادي سانتوس. وفجأة بدأت الجماهير تحضر بأعداد كبيرة للتدريبات. وبعدها في 7 سبتمبر 56 بيليه أخيرا ياخد فرصة مع الفريق الأول في مباراة رسمية ضد فريق كورينثيانز، مش الفريق الكبير المعروف، فريق تاني بنفس الاسم. وبيليه يقدر يسجل بعد ما يعمل فولو لتسديد الديدي اللي الحارس صدها. أول هدف رسمي لبيليه، أول هدف من 1280 هدف أو أكثر هيسجلهم لاحقا. وفي نفس الوقت الهدف كان الإعلان الرسمي عن ظهور بيليه. منتصف الخمسينات كانت بداية ظهور الراديو وطرق الإعلام المختلفة ووقت تكوين البوب كالتشر البرازيلية، وكان في منتصفها أو بتدور حوالين يعني مين غير بيليه، الشاب صاحب ال16 سنة اللي أصبح هداف مقاطعة ساو باولو، وده رغم إن ده أول موسم يلعبه بشكل أساسي. وعشان يقدر يتعامل مع كل الكلام ده والاهتمام الصحافي والإعلامي والجماهيري، كان محتاج يحمي نفسه ورا جدار، ورا شخصية مختلفة، ورا بيليه. بمعنى تاني بيليه النجم الجماهيري بيحمي أديسون الشاب الساذج. دي الطريقة اللي بيليه بيوصف بيها نفسه. ده حتى خلال السنين اللي بعد كده بيليه كان بيتكلم عن نفسه بصيغة الغائب، يعني بيليه عمل، بيليه سجل، بيليه معرفش ايه، كأنه بيتكلم عن حد تاني، عشان هو فعلا بيشوفه كأنه شخص تاني، مش كغرور، او هو كان غرور وهو بيحاول يجمل الموقف، يعني محدش هيعرف. 1958
قبل 4 شهور من السفر للسويد للعب كأس العالم، الاتحاد البرازيلي اختار 32 لاعب عشان يسافروا لريو دي جانيرو، بس بدل ما يروحوا الملعب عشان يختاروا منهم، اللاعبين لقوا نفسهم في مستشفى بيتم الكشف عليهم جسديا ونفسيا وكل حاجة، في محاولة لاستخدام أي محاولة علمية تقيهم من تكرار اللي حصل في 1950. لاعبين خرجوا عشان الفيزيك بتاعهم أو شكل أجسادهم ما كانتش مثالية بالنسبة للأطباء، وبعضهم مشي لمجرد إن عنده مشاكل في أسنانه. كل ده من أجل اختيار 22 لاعب يسافر للسويد. ولكن كان في 2 شباب حصل عليهم خلاف كبير. واحد منهم كان مونيل فرانسيكو دوس سانتوس، والمعروف بجارينشا أو الطائر الصغير. ما ينفعش تحكي عن بيليه من غير ما تجيب سيرة جارينشا. جارينشا كان عنده كل المشاكل اللي الأطباء بيمشوا اللاعبين بسببها: عمود فقري غير مستقيم، رجله الشمال أقصر من رجله اليمين، غير كمية الندوب اللي على رجله من تدخلات المدافعين، وغير ده كله تقدر تقول إن ذكائه كان محدود. وسبب ان جارينشا الجناح اليمين صاحب ال 24 سنة تم استدعائه ان الجناح الايمن الاساسي جاليانو كان بيلعب في الدوري الايطالي، والبرازيل كانت عايزة تكون منتخب من لاعبين بينشطوا في البرازيل. فبرغم كل المشاكل اللي كانت عند جارينشا اتوافق على انضمامه للمنتخب. واللاعب التاني اللي كان فيه خلاف عليه هو بيليه نفسه، مش بسبب اي قدرة جسدية، بالعكس كان واضح انه متفوق جدا في الجانب ده، ولكن بسبب التشخيص النفسي اللي قال انه مش مناسب او اصغر من انه يلعب باسم البرازيل في كاس العالم، وده خوفا من تكرار سيناريو 1950 زي ما قلنا. الطبيب النفسي قال انه يفتقر لروح المسؤولية، وان سنه الصغير مش هيسمح له يلعب بشكل رجولي او ينافس على ارض الملعب، وانه ينصح بعدم انضمامه للبرازيل في 58. ولكن لحسن حظ البرازيل وبيليه وكرة القدم ان الطبيب النفسي ما كانش بايده القرار كان بايد فينسنت فيولا مدرب المنتخب، واللي قال قد يكون تقرير الطبيب صحيحا، ولكن الطبيب لا يعلم شيئا عن كرة القدم، وانه طول ما بيليه قادر يلعب كرة قدم فهو هيسافر مع البرازيل. وقبل السفر للسويد كان في محطة أخيرة، مباراة ودية بين البرازيل وفريق كورينتيانز. حسب بيليه ما كانوش أبدا المفروض يلعبوا المباراة دي. ليه أصلا يلعبوا مباراة ودية مع فريق مش مع منتخب كما المعتاد؟ يعني لاعبين كورينتيانز لعبوا بكل قوة وعنف عشان يثبتوا انهم كانوا المفروض يتم اختيارهم في المنتخب تحت أنظار قاعدتهم الجماهيرية الكبيرة جدا، واللي بتطالب بنفس الأمر. كأنك بتعمل تفرقة بين الجماهير وبعضها، بالأخص ان أكتر لاعب محبوب في الفريق لويزينو ما تمش استدعائه للمنتخب. أصوات الكره من الجماهير بدأت من أول لحظة وزادت مع كل هدف للبرازيل لحد ما النتيجة بقت 3-1. وقبل نهاية اللقاء بيليه بيستلم الكرة بره منطقة الجزاء، وفجأة يتدخل عليه مدافع كورينتيانز من الخلف كأن إبرة نارية اخترقت ركبته اليمنى. دي كانت كلمات بيليه نفسه. أول حاجة جت في دماغ بيليه إن دي نفس الإصابة في نفس الركبة اللي حصلت لوالده، كأن القدر بيعيد نفسه. بعد ما قام بصعوبة وقال إنه كويس وتوجه لغرفة خلع الملابس، بيليه بيقول إن رغم كل السنين والمباريات والتدخلات والمواقف اللي مر بيها بعد كده، اللحظة دي وهو قاعد في ضلمة غرفة اللبس ورجله ممدودة قدامه دي كانت أسوأ وأكثر لحظة مرعبة في حياته. البرازيل سافرت للسويد ومعاها بيليه بركبته المصابة اللي ما كانتش حالتها بالسوء اللي هو توقعه، والمدرب قرر بعد نقاش طويل إنه مستعد ياخد مخاطرة إنه ياخد بيليه وهو مصاب على إنه ما ياخدوش خالص، وإن البرازيل أكيد حالها هيكون أفضل في وجود بيليه. والبرازيل وقتها مش نفس البرازيل اللي نعرفها دلوقتي. البرازيل كانت دولة حديثة محدش يعرف عنها حاجة، لا كرويا ولا حتى عارفين هي فين. بيليه وجارينشا فضلوا حابسين الدكة في أول مباراتين، بيليه بسبب ركبته واللي فضل يتلقى علاجات مؤلمة عشان يحاول يلحق بالبطولة، وجارينشا بسبب ذكائه المحدود. وبعد الفوز على النمسا والتعادل مع انجلترا كان اللقاء الثالث مع الاتحاد السوفيتي، المباراة اللي البرازيل محتاجة تفوز فيها عشان تضمن الصعود. والسوفيت زي ما انت عارف دي نهاية الخمسينات وفترة الحرب الباردة والتنافس العلمي في العالم، والاتحاد السوفيتي كان يدوب لسه مطلق أول صاروخ للفضاء. من الآخر فريق شغال بطريقة علمية بحتة، أو على الأقل دي بروباجندا اللي طلع عنهم، وتحت قيادة الحارس ليف ياشين، واللي كل كلام البروباجندا عنده كان حقيقي. وعشان كده البرازيل أقحمت الاتنين الشباب كمفاجأة للسوفيت. ومن أول لحظة في المباراة جارينشا استلم الكرة وشق طريقه وسط دفاع السوفيت برجليه ملتوية وانحناء ظهره ومهاراته السيركية البهلوانية، ويسدد بس كرته خارج الثلاث خشبات.
بيليه يستلم ويسدد بكامل قوته، والكورة برضه خارج الثلاث خشبات. ديدي متوسط الميدان وواحد من اكبر لاعبين البرازيل نادى من اول الملعب للشابين انهم يعني ما تقلقوش، كده كده الجون هيجي، وكان فعلا عنده حق. ديدي نفسه بعدها على طول مرر كرة لفافا وسجلوا الهدف الأول 1-0 للبرازيل، وكل ده كان في أول 3 دقايق. البرازيل سيطرت على المباراة رغم انخفاض الريتم، وبليه نفسه عمل أسيست التاني لفافا، والمباراة تنتهي 2-0 للبرازيل. النتيجة كانت ممكن تكون أكبر لولا وجود ياشين في مرمى السوفييت. والمباراة دي كانت ولادة شعبية ملاك البرازيل صاحب الأقدام المنحنية جارينشا، وده طبعا بعد الأداء الخرافي اللي قدمه واللي أهل البرازيل لربع النهائي ضد ويلز. من بعدها وجارينشا كان بيتم مراقبته ب2 لاعبين أو يمكن أكتر حتى، ودي كانت اللحظة اللي خلت الجماهير البرازيلية ترجع تفكر تاني، يعني إنه ممكن منتخبها يعمل حاجة ويمحي آثار الماضي. الشوط الأول من مباراة ربع النهائي ضد منتخب ويلز انتهى بالتعادل السلبي. بليه نفسه ملمس الكرة كتير في الشوط ده، بس ديدي قال له انه كان بيوفره للشوط التاني عشان اكيد ويلز مش هتفكر ان لاعب شاب زيه هيكون له تأثير وهينسوه مع الوقت. افتكر ان ده بليه صاحب ال17 سنة، ودي تاني مباراة ليه في كاس العالم. وفعلا في الدقيقة 66 اخيرا جت اللحظة المناسبة، جارينشا لأول مرة يكون معاه مدافع واحد يعرض الكرة، ديدي يمرر الكرة لبليه براسه ويجري على اساس انه هيديها له تاني، بس بليه عمل اللي دندنيو علمه له، استلم على صدره وظهره للمرمى ووش رجله في الزاوية الأرضية اليمنى من مرمى حارس ويلز. بليه يتحول لبطل البرازيل. هدف رائع من شاب عنده 17 سنة، ويمكن ده اليوم اللي اتولد فيه بيليه كأسطورة وما انطفاش من بعدها. نص النهائي ضد فرنسا، ديدي يكرر نفس الاسلوب ويتجاهل او يوفر بيليه للشوط الثاني. النتيجة 2-1 للبرازيل، وبيليه يسجل بس مش هدف، لا 3. بيليه صاحب 17 سنة يسجل هاتريك للبرازيل في نص نهائي كاس العالم، وتنتهي المباراة 5-2 للبرازيل، والبرازيل تعلن عن نفسها عن انها اقوى المرشحين للفوز بالنهائي، النهائي اللي هتقابل فيه السويد المستضيف وصاحب الارض. دي اللحظة اللي بدأنا منها الفيديو. بيليه صاحب 17 سنة واقف على ملعب النهائي وعنده فرصة يفوز باللقب اللي وعد دندنيو بيه. السويد تتقدم بعد 4 دقايق، وعكس ما الناس بتقول ان البرازيليين كانوا محملين بسقطات الماضي ومرعوبين بسبب نهائي 1950 وانهم اتحرروا بعد ما دخل فيهم هدف وكل الكلام ده، بيليه نفسه بيقول انهم ما كانوش متوترين اطلاقا ولا خايفين، بالعكس هم كانوا في قمة الهدوء، لأن كبار الفريق وعلى رأسهم ديدي كانوا مطمنينهم ومفهمينهم إنها مجرد مباراة. جارينشا نفسه ما كانش مقتنع إن ده النهائي، وقال إيه البطولة المتخلفة دي، بنلعب كل فريق مرة واحدة بس وبتنتهي قبل ما تبدأ. وجارينشا نفسه فضل ينطلق ويعرض كور أرضية لحد ما البرازيل تتعادل عن طريق فافا، وابتدى السيرك البرازيلي من جارينشا وبيليه. جارينشا يصنع التاني بنفس الطريقة، وبيليه يسجل هدف أفضل حتى من أول أهدافه أمام ويلز، هدف صنف وقتها أفضل هدف في تاريخ كأس العالم. وقبل نهاية المباراة لما النتيجة وصلت 4-2، زيجالو يعرض كرة للمنطقة وبيليه يضيف الخامس برأسه تماما كما علمه دندنيو وهو مفتح عينيه عشان النتيجة تبقى 5-2 للبرازيل. الغريب إن جماهير السويد كانت بتحيي وتشجع البرازيل، ولاعبين البرازيل نفسهم حملوا علم السويد ولفوا بيه الملعب. البرازيل بطل العالم للمرة الأولى في تاريخها، وبيليه على راس الإنجاز ده، أصغر لاعب يفوز بكاس العالم إلى الآن، والبرازيل أول دولة تفوز بكاس العالم خارج قارتها. وصحيفة فرنسية عنونت بيليه ملك كرة القدم، كينج اوف فوتبول. وهكذا ولد أول نجم حقيقي في كرة القدم، وأول أسطورة وأول ملك على عرش المستديرة. بس استنى، يعني رايح فين؟ استنى، الحكاية ما بتخلصش هنا. الملك ما كانش عايش كملك إطلاقا، أو لسه على الأقل، رغم إن الناس كلها تصرفاتها معاها اتغيرت، إلا إنه ماديا ما كانش فيه فرق كبير. أكبر هديتين جوله هما تلفزيون يحمل أعلام البرازيل، ولكن البرازيل وقتها ما كانش لسه عندها قنوات أو بث لا أرضي ولا فضائي، ففضل التلفزيون كأنتيك أو حتة ديكور في البيت، وعربية، ولأنه كان لسه تحت السن ادى العربية لوالده دندنيو. ده حتى بعد كاس العالم وهو بطل ليه، بيليه ما كانش حتى أكتر واحد بيقبض في سانتوس. وهنا من حيث لا يعلم
تبدأ عروض الدعاية تنهال عليه. لو شفت حلقة فاشونيستا كرة القدم هتفهم الموضوع ده كويس. بيليه بيعتبر أول نجم عالمي لكرة القدم، وكذلك أول لاعب كرة قدم يعمل دعاية عالمية ومحلية، دعاية لكل حاجة وأي حاجة، لدرجة إن من وقتها ولحد دلوقت في قهوة باسمه بيليه. الدخل من الدعاية والإعلانات كان يعتبر هو اللي أخرج بيليه من دايرة الفقر هو وعيلته. ولكن في مباراة البرازيل ضد الاتحاد السوفيتي بدأت حاجة مهمة جدا. من المباراة دي ولمدة 8 سنين البرازيل ما خسرتش أي مباراة شارك فيها جارينشا وبيليه مع بعض. تمر السنين ويجي كاس العالم 62 في تشيلي، وكأن الزمن بيعيد نفسه. بيليه بيتعرض للإصابة تاني في المباراة التانية. البرازيل في النهاية فازت بالبطولة، ولكن البطولة دي البرازيليين بيطلقوا عليها بطولة جارينشا لأن بيليه غاب باقي البطولة أصلا. 1966 البرازيل حامل اللقب في اخر نسختين كان عندها احساس انها هتروح انجلترا تشرب شاي وتاخد اللقب وتقول ثانك يو وتمشي، ولكن اللي لقوه كان غير كده تماما. الجو العام قبل البطولة كان شبيه جدا بالاوضاع قبل 1950 لما البرازيل خسرت النهائي. ممكن نرمي اللوم على الصحافة او على السياسيين وعلى الاوضاع الاقتصادية، ولكن في النهاية اللي خسروا كانوا 11 لاعب على ارض الملعب. وهيجي وقت نحكي اللي حصل بالتفصيل. في انجلترا يبدو ان الحكام بلعوا صفاراتهم. الحكام قللوا الفاولات على قد ما يقدروا، الامر اللي بيصب في مصلحة اللاعبين الاوروبيين الاقوى والاكبر حجما والاعنف. وبما ان مفيش نقل تلفزيوني فما حدش عارف اللي بيحصل على ارض الملعب غير اللي كان في الملعب. اصل ده كان الوقت قبل الفار والتلفزيون والاعداد، ده حتى قبل الكروت الصفراء والحمراء والتبديلات. اول مباراة ضد بلغاريا، ورغم ان بيليه وجارينشا سجلوا والمباراة انتهت 2-0 للبرازيل، الا ان الصحف ما شافتش غير هانتد بيليه او بيليه المراقب او فريسة الصيد وهو خارج بيعرج من الملعب. وبما ان بلغاريا نجت من العنف تجاه بيليه، ليه باقي الفرق ما تنجوش؟ وللاسف دي كانت اخر مباراة يلعبها بيليه وجارينشا مع بعض. المدرب قرر ابقاء بيليه على الدكه حسب رايه للمباريات الاهم. بس هو ايه اهم من مقابله المجر ومنتخبها الجبار؟ وفعلا البرازيل تخسر 3-1، اول هزيمه للبرازيل من 1954 واللي كانت من المجر برضه. بيليه يشارك في المباراه الثالثه ويخسر من البرتغال في المباراه اللي تحول فيها الكيس ملاكمه من كتر الضرب. وبيليه الغاضب يخرج من الملعب وهو بيعلن انه هيعتزل دوليا اللعب مع البرازيل وهو عنده 26 سنة بس، اعتراضا على العنف اللي بيتعرض ليه. فهل دي هتكون نهاية بيليه مع البرازيل؟ سانتوس. شعبية بيليه ما قلتش بعد الاعتزال الدولي، بالعكس تماما. سانتوس وقتها وفي وجود بيليه تم اعتباره اقوى نادي في العالم. بين 58 و 73 سانتوس فاز ب2 ليبرتادوريس و6 دوري، وتوجوا 10 مرات ببطولة مقاطعة ساو باولو. ولكن بما ان البرازيل ونادي سانتوس كانوا فقراء ومحتاجين فلوس، فكانوا في الفترة بين شهر 6 وشهر 8 بيلفوا اوروبا والعالم عشان يلعبوا مباريات مقابل قيمة مادية. سانتوس كان بيتحصل في المباريات دي لمبلغ يصل ل$100,000 لو بيليه هيلعب، وبيقل المبلغ ل$30,000 لو مش هيلعب. ده كان حجم تأثير بيليه ماديا، وتخيل الأرقام دي في الستينات. والجمهور كان حاجة محفزة جدا ومرعبة جدا جدا في نفس الوقت. أمثلة كتير تاخد حلقة لوحدها عن اللي كان بيعمله الجمهور وقتها مع بيليه. ممكن أقول لك منهم حكاية واحدة واللي حصلت في كولومبيا. في 68 سانتوس كان بيلاعب منتخب كولومبيا الأولمبي في مباراة ودية. في المباراة دي ورغم إنها مباراة ودية والجماهير جاية تتفرج على بيليه، إلا إن الأجواء في الملعب ما كانتش ودية إطلاقا. في بداية المباراة كولومبيا سجلت هدف وحكم الراية أعلن إن الكورة مش هدف، ولكن حكم الملعب والمعروف باسم الشاتو حسبه. فتوجه لاعب من سانتوس وضرب الحكم، فطبعا يعني الحكم طرده. وقبل نهاية الشوط الأول بيليه تعرض لعرقلة أو مسك في المنطقة وطالب باحتساب ركلة جزاء، ولكن الشاتو ما حسبهاش. فبيليه بدأ يشتمه بالبرتغالي، بس الشاتو كان عارف معاني العبارات دي وطرد بيليه. أول ما طرد بيليه لاعبي سانتوس كلهم هجموا عليه، بس في الآخر بيليه خرج من الملعب ودخل أوضة اللبس وقلع جزمته وخلاص الماتش بالنسبة له خلص. بس بعدها بشوية اتفاجئ بمسؤول من سانتوس بيقول له بيليه يعني البس حذائك عشان هترجع الملعب. ايه يا معلم انت مجنون؟ انا اتطردت. ايوه هترجع. الجماهير بعد ما خرجت غضبت وشتمت وكسرت ورمت كل حاجه على الملعب، وبالعافيه خلصوا الحكم من ايديهم وخرجوه من الملعب وعزلوه من المباراه. وبيليه فعلا رجع الملعب بعد الطرد، ومش بس كده لا كمان سجل هدف. للدرجه دي الجماهير كانوا مجانين ببيليه. وفي حكايات تانية كتير لعشق الجماهير لبيليه بس الوقت مش هيسعفنا. 1970
قبل كاس العالم 70 في المكسيك كل المقربين من بيليه كانوا بيسألوه مش ناوي ترجع للعب مع البرازيل؟ صحيح بيليه حقق نجاحات كتير مع سانتوس ولف العالم، ولكن اللعب مع البرازيل كان دايما له مذاق خاص بالنسبة للملك. وبعد تفكير كتير واستشارات كتير أخيرا بيليه قرر انه يكلم المسؤولين عن المنتخب ويطلب منهم انهم يرجعوه ليه، ومين مجنون هيرفض تواجد بيليه في المنتخب؟ بس بيليه دلوقتي مختلف عن 58 وحتى عن 62. بيليه حاليا أصبح يتمتع بخبرة كبيرة ولازم يبقى مثال يحتذى بيه، مش مجرد لاعب شاب. غير انه دلوقتي ملك كرة القدم، الأسطورة الأكبر في تاريخ الرياضة، وفي نفس الوقت ما بقاش عنده الطاقة اللي كانت عنده لما كان 17 أو 21 سنة، ودلوقتي هو محتاج يلعب بشكل جماعي أكتر. كل دي حاجات بيليه حطها في اعتباره. غير ان أصلا شكل كرة القدم اتغير، البرازيل كسبت أول كاسين عالم ليها باللعب الفردي أكتر من اللعب الجماعي. غير ان أصلا أغلب مبارياتهم كانت غير مسجلة، فمحدش كان قادر يدرسهم بشكل تفصيلي. بس في 1970 المنتخبات دلوقتي عندها خطط تكتيكية لإيقاف اللاعبين المهاريين، مش مجرد دفاع وضرب والسلام. بس واحد من أكبر العوامل اللي خلت بيليه يفكر وكمان يقرر الرجوع من الاعتزال الدولي إن أخيرا كرة القدم أصبح فيها كروت صفراء وحمراء، وكمان مع البث التلفزيوني ونقل البطولات فبالتأكيد العنف هيقل بشكل كبير جدا. غير إن بيليه ما كانش عايز يسيب آخر ذكرى ليه مع البرازيل هي الخروج المذل في 66. بيليه رجع فعلا، وحصلت مشاكل مع الصحفي اللي عينوه كمدرب للمنتخب، وبيليه لأول مرة يطلع ينتقد المدرب في الإعلام، والمدرب يطلع يرد عليه ويقول إن بيليه عنده مرض يمنعه من اللعب بس أنا مش هينفع أتكلم عنه. وبعد فترة من الهجمات الإعلامية من الطرفين في النهاية تم إقالة زالدينيو الصحفي اللي رجع لمقالاته اللي شتم فيها كل لاعبي المنتخب، وتم تعيين زيجالو زميل بيليه في 58 واللي صنع له الهدف الأخير في النهائي ضد السويد. أول حاجة بيليه وضحها له إنه مش ناوي يختلف معاه زي اللي قبله، وإن دي كانت حالة وراحت لحالها، لو عايزني أقعد دكة فأنا ما عنديش مشكلة يا معلم. وزجاله رد يعني بيليه أنا مش غبي، طول ما أنت جاهز هتلعب. ده أنت بيليه يا جدع في إيه؟ هو ما قالوش كده تحديدا، أنا بجود بس. قوام المنتخب نفسه اختلف وأصبح فيه لاعبين أصغر وليهم صيت كبير في البرازيل. زجاله استدعى توستو واللي كان بيطلق عليه وايت بيليه واللي كان بيلعب بنفس الطريقة، ده غير جيرزينيو طبعا وريفيلينيو. زيجالو فكرته كانت بسيطة، احنا هننزل كل اللاعبين الموهوبين في الملعب في نفس الوقت بشرط انهم يلعبوا بشكل جماعي. الملعب كان فيه 4 لاعبين بيلعبوا في المركز رقم 10 في نفس الوقت وعلى رأسهم بيليه. بطولة المكسيك حصلت فيها حاجات مجنونة كتير، منهم على حدود المكسيك مسكوا 9 كانوا بيخططوا لخطف بيليه، متخيل؟ والتدابير الأمنية كانت غريبة لدرجة ان بيليه كان بينام كل يوم في فندق مختلف. غير ان كل الفرق الأوروبية كانت خايفة من اللعب في الأجواء الحارة في المكسيك، الأمر اللي اللاتينيين ما كانوش بيفكروا فيه قوي. بس نرجع لكرة القدم. تدريبات زجالو الجماعية كان ليها تأثير كبير، كان بيخلي كل اللعيبة يعملوا كل حاجة مع بعض، كل حاجة، أكل شرب تدريب، لدرجة إن بيليه بيقول إنه كان عارف تحركات زمايله قبل ما يعملوها. بس من قبل البطولة والإعلام بيتكلم إن ده مش نفس بيليه الشاب، ده بيليه عجوز مستواه قل ومش هيقدر يقدم أي حاجة. وحتى الجماهير البرازيلية ما كانتش مستنية حاجة من المنتخب. المباراة الأولى كانت ضد تشيكوسلوفاكيا واللي افتتحت التسجيل في الدقيقة 12 هو كلام الإعلام صح ولا إيه؟ ولكن بيليه يتحصل على ضربة حرة في الدقيقة 24 وريفيلينيو المعروف بيسرعه الصاروخية يسدد ويسجل التعادل. ومن بعدها بيليه والبرازيل يتحرروا من الضغط ويبدأ السيرك البرازيلي من تاني. بيليه يلاحظ تقدم حارس تشيكوسلوفاكيا، انت فاهم يعني دي كانت كرة قدم حديثة وقتها، فيسقط واحدة من قبل نص الملعب في وسط ذهول من الجماهير واللاعبين. دي كانت أول مرة تحصل في تاريخ الكورة، لاعب يحاول يسجل بالطريقة دي. بس للأسف الكرة تنزل بجوار القائم وخارج الملعب. بعد البطولة في ناس قالوا لبيليه إن دي كانت أكتر لحظة أيقونية في مونديال 70 كله، وكأن الملك بينتفض وبيقول أنا هنا، الملك هنا. بيليه على طريقته المعتادة بيستلم على صدره وبوش رجله في البعيدة التاني للبرازيل، وبعدها جيرزينيو يسجل الثالث والرابع عشان تخلص المباراة 4-1 للبرازيل. المباراة الثانية ضد انجلترا، مواجهة بين آخر بطلين للعالم، مواجهة الجماهير قالت عنها ان اللي هيفوز هيقدر يكسب اللقب في النهاية. مباراة كانت صعبة جدا وتنافسية لأبعد درجة، ولكن في الدقيقة 60 بيليه يستلم الكرة في المنطقة والدفاع حواليه، بس بدل ما يسدد يمررها لجيرزينيو اللي يسجل هدف اللقاء الوحيد.
وفي المباراة الثالثة ضد رومانيا بيليه سجل هدفين وجيرزينيو هدف. البرازيل تصعد ب3 انتصارات، والانتصارات ما تقفش هنا. 4-2 على بيرو في ربع النهائي، ولكن تصطدم البرازيل بالاراجواي في نص النهائي. واكيد انت مليت من كتر ما اتكلمنا عن نهائي 1950. انا عذرك بس خليك معايا. 20 سنة مرت على هزيمة الماراكانا. لو البرازيليين ما كانوش حاسين بالضغط النفسي في 58 و62 ولحد دلوقت، فهم اكيد حسوا بكل انواع الضغط في المباراة دي. لاعبي البرازيل كانوا متايهين تماما في بداية المباراة، والاراجواي تستغل التوهان ده وتتقدم، ولكن قبل نهاية الشوط البرازيل تتعادل. دي اللحظة اللي حرفيا رجعت فيهم الروح، وزاجالو حاول يحمسهم بكل الطرق الممكنة بين الشوطين. الشوط التاني بيليه الخارق يرجع من تاني. بيليه كان في كل مكان وبيمر من لاعب واثنين وثلاثة واربعة، ويمرر ويسدد. يمكن ما سجلش بشكل مباشر، ولكنه بدأ هجمة الهدف الثاني لجيرزينيو، وصنع الهدف الثالث لريفيلينيو. وفي آخر المباراة عمل واحدة من أشهر لقطات الملك، لما راوغ الحارس من غير ما يلمس الكورة، ولكن تسديدته كانت خارج الملعب. مراوغة سموها وقتها أروع مراوغة الحارس في التاريخ. البرازيل في النهائي، وفي طريقها فازت على حامل اللقب وأول بطل في تاريخ البطولة، ودلوقتي البطل الثاني إيطاليا. قبل النهائي بيليه كان بيبكي بشدة، وبيدعي إنه محتاج كل المساعدة الممكنة، لأن ده هيكون آخر كاس عالم ليه. ده حتى لما بيتكلم عن اللحظة دي بيبكي. بيليه ما حسش بالتوتر ده في 58 لما كان عنده 17 سنة، ولكنه حاسس بيه دلوقت وهو داخل على ال30. بيليه ما اهتمش انه يسجل او حتى يلعب حلو ضد ايطاليا. كل اللي كان بيفكر فيه انه يفوز، ولكنه بيفتتح التسجيل زي ما دوندينيو علمه، رأسية وهو مفتح عينيه ويجري ويرفع ايده في الهواء. الملك يسجل في النهائي، ورغم تعادل ايطاليا بس البرازيليين ما توقفوش عن الهجوم لحد ما سجلوا التاني، وبعدها بيليه يحول كرة طولية براسه ناحية جيرزينيو اللي يسجل التالت، وبيليه يصنع الرابع لكارلوس ألبرتو. البرازيل 4 إيطاليا 1، وبيليه بطل العالم للمرة الثالثة. بيليه يسجل ويفوز بالنهائي للمرة الثانية. بيليه بيوصف اللحظة دي إنها لحظة ريليف، ارتياح أو تحرر من الضغط، ومن إن آخر حاجة الناس هتفتكرها ليه مع البرازيل مش صورته وهو خارج مكسور في 66، ولكن صورته وهو محمول على الأعناق بعد فوزه للمرة الثالثة في 1970. وده بيفسر صراخه في غرفة اللبس بعد المباراة: أنا لم أمت. ده كان الانتصار اللي عايزه يكون خاتمة لإرثه مع البرازيل، اللي كان محتاجه عشان يخلي نهاية القصة بعظمة بدايتها، ويمكن أكبر كمان. السنة اللي بعدها بيليه اعتزل نهائيا اللعب للبرازيل، وبعدها ب3 سنين يودع سانتوس بالدموع منه ومن الجماهير بعد 18 سنة قضاها في النادي. ونهى مسيرته بإدخال كرة القدم لأمريكا عن طريق نادي نيويورك كوزموس، وتابعه بعد كده نجوم كبار للعب في الدوري الأمريكي قبل ما يعتزل لعب كرة القدم نهائيا. في 1977 بيليه سجل 1283 هدف في 1367 مباراة، وهو اللاعب الوحيد اللي فاز ب3 كؤوس عالم من ضمن 41 بطولة فاز بيها بين البرازيل وسانتوس وكوزموس. ولما نتكلم على طريقة لعبه اللي البرازيل اتخذتها كهوية بعد كده، فوقت ما كان المراوغة في كرة القدم عبارة عن تغيير اتجاه يمين أو شمال، فبيليه كان بيعمل كل أنواع مهارات المراوغة اللي لاعبين كتير عملوها بعده أو حتى اتنسبت ليهم، وده محتاج فيديو لوحده نحلل فيها اسلوب لعبه وحركاته. بيليه كان اول اسطورة كروية، اول نجم عالمي، واول ملك لكرة القدم، وكان من احجار الاساس اللي البرازيل بنت عليها شعبيتها كملك كرة القدم الاول في العالم، واللي بالتالي زاد شعبية اللعبة حول العالم. يمكن لما نبص للتفاصيل هنلاقي ان بيليه اقل من الصورة الاعجازية اللي بيتحط فيها، او انه غير قابل للمساس، ولكنه في نفس الوقت هو كان أسطورة أكبر مما نتخيل، أو بمعنى تاني هو بالتأكيد ما كانش مجرد لاعب عادي، وإثبات إن أي لاعب الأفضل في التاريخ ده استحالة أصلا، بس الأكيد إنه أول لاعب يتحط في المستوى ده، مستوى الجوت. فشكرا ليك صديقي الرائع لو كملت الفيديو لحد هنا، وكان معكم الرائع دائما أحمد الجعفري من قناة الجعة. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وكل الكلام ده عشان لا هقولك يعني سلام.